السلام عليكم متابعيني، صبحكم الله بالخير. اليوم عندنا طرشي بصل مخلل. المكونات اللي عندنا بصل. البصل احنا الأحسن تستعملون بصل الأحمر، بس هسه أنا أقدر أستفاد من هذا الأبيض وأراويكم شلون يصير أحمر. وعندنا هنا فلفل أسود خاشوقتين مال شاي، فلفل أحمر خاشوقة شاي، و4 خواشيق ملح. طبعا إذا ما عندكم الفلفل المطحون الأسود استعملوا هو نفس الفلفل. وعندي هنا خال أريد أبيض. طبعا هذا الخال حسب الشيشة اللي عندنا، ثلثها نريد احنا خال والباقي نريد ماي فاير. عندنا هنا ماي هم فاير، قلت لكم هذا المقادير حسب الشيشة اللي عندنا. طبعا انا هنا قلت لكم البصل مالتي ابيض، فعندي شوندر اريد ماي شوندر احطه عليه حتى لونه يتغير ويصير احمر. وعندنا الشيشة اللي نريد نحط بيها المكونات. طبعا هسه نبدي بالبصل، ننظفه ونثرمه ونحطه بالشيشة اللي نريدها. نبدي بعد ما ثرمناه دوائر، نبدي نعبيه بالشيشة، نحط طبقة بصل ونخلي بعدين الفلفل فوقه والملح، ونضيف له بعدين الماي شوندر على مود لونه، ونحط عليه الخال وفوقه نخليه ماي. لاحظوا هنا الخال، قلت لكم الخال لازم يصير ثلث الشيشة اللي عندنا. نضيف عليه ماي شوندر للون. طبعا بصلكم قلت لكم اذا احمر لا تضيفوا له اي شيء، هو يصير احمر الطرشة مالتكم، بس هنا احنا بصلنا ابيض فضفنا له شوية ماي شوندر. وهسه نضيف له الماي لما تنترس الشيشة عندنا. الماي هم خلوه فاير يصير، لأن هذا يحضر عندكم بساعة. هسه نخلي عليه نايلون ونخلي عليه الغطاء تمام، نسده حتى هواء لا يفوت له، ونخليه تقريبا يوم يحضر عندكم هذا الطرشي. نخض الشيشة حتى كلها تصير الملح يتلابس ويا البصل والماي، ونخليه بالمطبخ إن شاء الله، وتاكلونه بصحة وهنا وعافية.